بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة هنعمل صينية حلويات فخمة ما اتعملتش قبل كده ولا هتتعمل بعد كده، يا ريت تجربوها. بتجمع بين سر البسبوسة المحلات وقرمشة الكنافة في صينية واحدة، هتحير الكل من جمالها وطعمها اللي ينافس أكبر محلات الحلويات في مصر. والسر النهاردة في المقادير المظبوطة بالملي. يلا بينا نبتدي الطريقة. أول حاجة بنعملها الشربات. بنحط كوبايتين سكر، عليهم كوباية ونص مية. دي أول خطوة، ولازم الشربات تكون مناسبة. عليهم كوباية ونص مية وناخدهم على النار، ما نقلبش فيهم لحد ما السكر يدوب. بنضيف لهم نص ليمونة، وبنضيف لهم معلقة عسل جلوكوز، ونسيبهم يغلوا على النار لمدة 5 دقايق. بعد ال5 دقايق بنطفي عليهم ونسيبهم لحد ما يبردوا. تمام كده. بعد كده بنروح بقى ايه للكنافة. عندنا كنافة ما بنقطعها، ما بنخليهاش ناعمة قوي، لازم تكون خشنة معانا. بنحط لها 4 معالق سكر بودر، وبنحط لها كده 4 معالق سكر بودر. بنجيب بعد كده 4 معالق جوز هند عشان الريحة الجميلة اللي بتدينا الميكس بتاعنا. وبعدين بنحط كوباية صغيرة دقيق سميد، اللي هو الدقيق اللي بيجي من عند العطار مش المعلب، ونبتدي نقلبهم كلهم مع بعض. الكنافة لازم تكون جديدة في اللحظة دي، ما تكونش متفرزة. بعد ما قلبناهم مع بعض بنجيب معلقة كوباية كبيرة إلا ربع سمنة، لو كان بلدي يكون أفضل، وبنضيف ونكملها زيت عشان تدينا القرمشة المظبوطة. وبعدين نقلب الحاجات دي كلها مع بعض ونخليهم يتداخلوا مع بعض. بعد ما قلبناهم كده وخليناهم يتداخلوا مع بعض، بنجيب صينية وبندهنها مادة دهنية. الله 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 على الجمال والكمال والحلاوة دي. كده دخلنا كل السمنة مع كل الكنافة، مع دي السميد، مع جوز الهند، مع السكر. هنجيب بقى الصينية وندهنها مادة دهنية ونحط فيها الميكس اللي عاملينه ده، الكنافة مع البسبوسة مع جوز الهند مع السكر البودر، ونسويها مظبوط كده. هي بتكون معاكي في يعني مكلكعة شوية، يا ريت انت تساويها بايه في الصينية وما تخليش اي كلكعات عليها. ونحط كل الكمية بعد كده ونحط في الواطي والعالي، ونسيب مسافات ونخليها ايه متساوية كلها. اللي في العالي بنجيبه في الواطي ونسويها كلها، وبعدين بنجيب صينية صغيرة ونضغط عليها جامد لحد ما تتساوى كلها الكنافة مع بعض، وتدينا صينية مستوية
تمام. بس كده هنضغط عليها بإيدنا شوية، وبعد كده نجيب صينية ونضغط بيها عشان ايه كله يبقى حتة واحدة. تمام كده. لو في حتة عالية بناخدها ونديها للحتة الواطية شوية. بعد ما سويناها كده مظبوط، بنجيب شوية سمنة ونحطهم كده على الوش، وندخلها على فرن 180 درجة لحد ما تحمر على الجناب بتاعتنا. بنبتدي نولع الشواية لمدة دقيقتين، وندخلها على فرن زي ما قلت لك 180 درجة، تطلع معانا بالشكل الجميل ده، ونبتدي نسقيها بالشربات على طول وهي سخنة. نستنى شوية وبعد كده نقلبها على الناحية التانية. هنقلبها بقى بالناحية التانية عشان الكل يشرب من المادة الدهنية. شايفين؟ عظمة على عظمة. نبتدي بقى ايه نقطعها بقى. تقطعيها بالطريقة اللي تريحك، يا اما تقطعيها سمبوكسات كده او مربعات او مستطيل، بالطريقة اللي تريحك تقطعي بيها الكنافة. ريحتها جايبة لآخر الشارع عشان جوز الهند اللي احنا حطيناه فيها. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. ياريت اللي وصل معايا لحد هنا ياريت لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، ودعوة حلوة منكم، وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. وياريت لو عندكم اي وصفة نفسكم اعملها لكم ياريت تقولها لي في التعليقات. والى اللقاء في وصفة جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.